بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل احسن كفتة بجد، والله هتعجبكم اوي ان شاء الله، جربوها. طرية وجميلة وهشة وخفيفة ومستوية، ويعني جميلة جدا. اما تجربوها هتدعولي بجد بجد بجد، حلوة قوي. ومكوناتها بسيطة، يعني مش كتير ولا حاجة. هو نص كيلو لحمة، وبنجيب بصلاية وكام فص توم، وبنجيب نص حزمة بقدونس، وبنضربهم مع بعض في الكبة، وطماطماية، وبنحطهم مع اللحمة ومع اللحمة المفرومة، وبننزل عليهم بمعلقتين بقسماط. ويعني هحكي لكم الطريقة بالتفصيل إن شاء الله. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. الأول زي ما قلت لكم، جبنا بصلة ومقطعينها مكعبات اهي، واربع فصوص توم، ونص حزمة بقدونس، وطماطماية. طماطماية حيشين منها القلب، على اساس ان هي ما ينزلش ميه، يعني يعني ايه، حيشين القلب خالص. وهنضربهم مع بعض في الكبة. نضربهم مع بعض اهو في الكبة. وساعة بقى يعني نضربهم لما يبقوا ناعمين كده، مش هنصفيهم ولا حاجة، يعني ما احناش مصفيينهم ولا حاجة، لان انت طبعا مش عاملاها على الفحم ولا حاجة، فمش محتاجة تصفية. ديت اهيت الخليط بعد ما اتضرب في الكبة كويس وبقى ناعم وكويس، بتنزلي بيه على اللحمة دي. نص كيلو لحمة مفرومة. بتقومي نازله بالخليط، ما انتيش مصفياه من الميه ولا حاجه. احنا مش عاملينها على الفحم، يعني خايفين ان هي هتقع مننا او هتفك او حاجه، لا انت عاملاها في الصينيه، فمش فارقه. وبعدين هننزل بقى بالبهارات. معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره سكر، وكمان معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره بهارات لحم، معلقه صغيره بهارات لحم. يبقى دي كل البهارات اللي حطيناها. وطرف المعلقه اقل من ربع المعلقه بيكنج باودر، عشان ايه؟ يعني ما تفنش، مش تفنش قوي. يبقى اقل من يعني ربع المعلقه الصغيره بيكنج باودر، مش اكتر من كده. يبقى ملح وفلفل وسكر وقرفه وبهارات لحمه، وطرف المعلقة أو ربع المعلقة بيكنج باودر. وطبعا إيه، بنعجنها كويس. اللحمة بتحتاج إنها تتسمخ، بنعجنها كويس عشان نسمخها مع بعضها. وطبعا عشان إحنا يعني ما حوشناش المية البصل ولا مية الطماطم، فبتحتاج إيه، معلقتين بقسماط، معلقتين ثلاثة كده بقسماط، لحد ما تحسي ان هي ما عادتش طريه قوي في ايدك، يعني عدد كويس. والافضل طبعا ان احنا بعد ده كله تحطها في التلاجة نص ساعة. بس طبعا عشان انا متأخرة ومفيش قدامي وقت، هحط يعني هصبحها على طول. وهننزل عليها كمان بمعلقة كبيرة نشا. ننزل بمعلقة كمان كبيرة نشا. والبقسماط تحطي معلقتين ثلاثة، لحد لما تحسي ان هي يعني ايه، ما بقتش طرية قوي في ايدك، يعني هتقدري ان انت تصبعها كويس. ويا ريت بقى بعد ده كله تحطها في التلاجة نص ساعة. ودلوقتي بقى بما اننا مش هنحطها في التلاجة، حطينا حتة فحم على النار. يعني نولعها عما نخلص العجين. وبعدين هنجيبها نحطها في قلب اللحمة المفرومة، وبعد ما يعني ما عملنا عليها البهارات وكل حاجة، ونقوم حاطين على الفحمة شوية نقطتين ثلاثة زيت، نص معلقة زيت كده. وتقومي قافلة عليها على أساس إن هي تشرب من الفحم. دي افضل بكتير لما انت تعمليها وتسويها وبعدين تحط عليها الفحم. لا، تعمليها الاول كده، بتبقى يعني ريحه الفحم مش ظاهره فيها قوي زي ما بتعمليها بعد ما تستوي. فدي افضل كتير اما تعمليها بعد ما تستوي، تعمليها وهي لسه نيه، تحطيها وتحطي الفحم فيها، بتديها ريحه جميله قوي، وما بيبقاش الفحم ظاهر فيها قوي حاجه تضايق يعني. بعد كده بقى بنجيب ايه، عصايه بتاع شيش طاووق، اي حاجه عندك يعني، على اساس بس ما تبقاش ايه، ما تبقاش تبقى مفرغه شويه، بتبقى مفرغه من جوه بس. اي حاجه تنفع عندك يعني. وهنيجي بقى نصبعها. طبعا احنا جايبين الصينيه اهي، انا دهناها في حدود معلقه زيت، دهنتها بمعلقه زيت وعملتها بالفرشه، على اساس ان الزيت يبقى كله في قلب الصينيه، على اساس اللقطه دي ما جاتش، هتبقى يعني عندكم خلفيه بكل حاجه. وبعدين بعد ما عصجناها، طبعا الفرن والع، انا بولع الفرن، ما بولعهوش من الشوايه، هو كله من تحت.
ما بتولعش غير من تحت، وهي بتحمر، بتستوي وبتحمر. باحطها بقى في الفرن وأهي بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة جدًا ومستوية وطرية، وما طبعًا ما اتقطعتش مني ولا حاجة ولا باظت مني ولا حاجة. وبرضه عايزة أقول لكم على حاجة، أنا حطيتها في الفرن وحسيت إنها نشفت وهي لسه ما استوتش، فزودتها إيه، قيمة نُص كوباية مَيّة عما تستوي وتحمر، على أساس إن هي ما تنشفش أوي بسرعة وما تكونش لسه استوت. دي معلومة يعني إيه، ما أنا ما صورتهاش بس حبيت أعرّفكم على أساس يبقى عندكم يعني خلفية بكل حاجة، ما ابقاش مخبية عليكم حاجة. وطبعًا بقى بعد ما طلعت، جِبت الطبق حطيت في الأطراف كده خيار، وفي النُص بقدونس، و وحطيته زي ما أنتم شايفينه كده، زيّنته بالطريقة دي. وبإذن الله جميلة وهتعجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد، وبألف هنا وشفا، ومع ألف، ألف، ألف سلامة.